صباح الخير خياتي، صباح الورد والنور على اغلى مشتركات في قناتي. اكيد راح نرحبوا بالمشتركات الجدد بما انه قناتي لسه جديده، واكيد ما ننساوش المشتركات اللي الوفيات لقناتي واللي يستناو بفارغ الصبر باش نحط لهم اي فيديو ويشوفوه. قبل ما نبداو الفيديو اكيد نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. شوفوا يا البنات، قبل ما نبداو دركا في الروتين تاعنا نتمنى انكم ديروا لايك واشتركوا في القناه وبارطاجوا الماكسيموم مع اصدقائكم، مع صحباتكم، مع الاهل تاعكم، باش تطلع لي القناه ونقدر نحط المزاد. شوفوا هنايا جيت الصباح، بديت لكم بالروتين من الصباح. رحت نطبخ في الحليب، انا نشري عشكاوي ونطبخه، وراح ندير معكم حاجه الفطور تاع الصباح بما انه اليوم راه العطله تاع الاولاد. كان هنايا يوم الجمعه، كان روتيني ليوم الجمعه. بديت لكم بالبانكيك، كنت حاجه سهله وخفيفه وثمثمه توجد نديرها معكم. درت اليوم درت معكم بانكيك فيه 2 حبات بيض، فيه 4 مقارف سكر، اللي ما تحبش السكر لها دير 3 مقارف، انا درت 5 مقارف. انا نحب الحاجه الحلوه. وديروا 3 مقارف زيت ولا زبده، انا موالفه ندير الزبده وهذه المره درت زيت. وديروا لافاني ومقرف خماره والفارينه، واحد 2 كيسان فارينه وكاس حليب. المهم دوكا تشوفوا الطريقه وتعرفوا كيفاش المهم انا من عشاق البانكيك، نشتي الحاجه اللي توجد ثمثم، والاولاد تاعي ثاني يموتوا البانكيك. اللي اول حاجه تعجبني كاع ثمثم نوجدها، وثاني حاجه انا نشتي الحاجه الحلوه. تحبوا ديرهم بالعسل ولا تحبوا ديرهم بالشيكولا. المهم يا البنات، دوك راح نخدموا الوصفه كما يقول لك الحديث والمغزل راح نتحدثوا، وفي نفس الوقت لازم نخدموا. وراكم تشوفوا في كل جبين اي حاجه ما فهمتوهاش اكيد راح نكتبها لكم ثاني في صندوق الوصف، وتحبوا نديرها لكم فيديو وحده. اليوم راح تكون الهمسه تاعنا هي على عزة النفس. عزة النفس، انتوما كي نقول لكم عزة النفس اكيد راح تجي في بالكم باللي المال والجاه، وهي لا تماما. هي العزة النفس هي النفس تاعكم، النفس تاعك تعود عزيزة عليك وما تعودش مرتبطة بالشخص الآخر، تستني في الشخص الآخر، سواء المدير تاعك سواء الصديقة تاعك، سواء لازم تخدمش ديك الحاجة تقول لها واش راك. دائما لازم تكوني واثقة من نفسك، هذه أول حاجة. كما قال ربي سبحانه: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. ربي ما يشتيش العبد المكسور، ربي ما يشتيش العبد اللي قلت لكم دائما يعود مكسور ودائما ينذل. قالك كما قالك ناس بكري: كل مبذول مذلول. كل ما تبذلي جهد باش ترضي الناس راح تنذلي اكثر واكثر. عمرك ما ديريها بطريقه باش تبذلي جهد تاعك باه الناس ترضى عليك في حياتك، ما ديريها. بالعكس، قيمتك هي بذاتك، قيمتك هي ذاتك. شوفوا اغلب الناس عزا اللي هم اللي ما عندهم لا مال ولا جاه، هم اللي قيموهم، هم اللي يقيموا نفسهم بنفسهم، هم اللي يقومون اعزاز نفسهم بنفسهم. جامي في حياتك تبذلي جهد على جال انسان والله، على جال واحد باش ترضيه ولا ترضي صاحبتك ولا ترضي. دائما كوني عندك قيمتك هي الصح. هذه اللي كنت حابه نهضر لكم فيها، وان شاء الله نكون وصلتكم المعلومه اللي راكم نوصلكم المعلومه تاعكم. جامي تذلي، دائما ديري قيمه نفسك باش الناس تقيمك. هذا وشني اللي حبيت نوصلها لكم، وان شاء الله نكون وصلت لكم هي لو كان همسه من الهمسات نتاوعي. وان شاء الله كل مره ندير لكم همسه، وكل مره ندير لكم موضوع، وكل مره ندير لكم حاجه.
وهذه اللي كنت حابه نوصلها لكم. هنايا شوفوا يا البنات راح نرجعوا للروتين تاعنا. هنا قلت لكم خدمت البانكيك وللفطور تاع الصباح، بما انه قلت لكم راه العطله وراه كانوا الاولاد معايا. وهنايا اليوم صبحت وقعدت مع 9 كيما هاك، نضت ودرت قلت نقعد معاهم وندير البانكيك في قرضي. ومالفا كنديروا صباح لازم بكري قدامنا يروحوا قدامنا تروح ليكول بنتي. المهم هنا راني كنت نسجل ونحبس على بها تجيكم الاصوات مختلفه. كنت نسجل لكم الصوت ومن بعد بيا مانيش في الدار، راني عند ماما. نسجل لكم الصوت ومن بعد نعاود نحبس، يجوني الاولاد نعاود نحبس. المهم يا البنات شوفوا السر تاع البانكيك باش يجيك زين وما يجيكش مثقب من جهه ومن جهه يجيك احمر، باش يجيك نفس اللون متوحد. دائما كي تعودي، هذا هو السر نتاعو، دائما كي تعودي طيبي فيه كي تشوفيه راح يخرج هذيك الفقاعات اقلبيه ثمثم، ما تخليه جامي تخليه يخرج قبل هذيك الفقاعات تاع البقرير ومن بعدها تقلبيه. هنا انا راهي صرات لي دوك نوريها لكم، نوريك كيفاه الطريقه كيفاه جاني مفقع كي خليته، وكيفاه جاني متوحد اللون كي ثمثم قلبته. المهم هنا كانت المقله تاعي هنا كانت لسه ماهيش حاميه وكانت درتها. المهم شوفوا اللون تاعو يجي يهبل ويجي خفيف خفيف. قلت لكم ثمثم توجدوه في وقفه راح توجدوه وما فيهش ياسر المكونات، يجيكم ضيف ثمثم راح تخدموه، مش اللي راح تشوفوا القوام تاعو كيف داير. اللي عندها المقله تاعو سبيسيال راح يكون احسن واحسن، واللي ما عندهاش المقله اكيد انا كنت قدام ندير هذه المقله كنت نديرو في طباخ، كان ما عنديش كنت نديرو في طباخ. اكيد راح يدير الحاجه بلي واش مش جامي في حياتك تقولي ما عنديش ديك الحاجه، لا ما نخدمهاش نشري ديك الحاجه، لازم تكوني تسقدي بلي عندك. انا قلت لكم راني لسه ما عندي حتى حاجه، ولسه راني ندير في الدار، راني لسه نبني في الدار قبل شويه. شوفوا هنا راني وريت لكم اللون كيف داير، دوكا زيد نوري لكم وحده كي خليتها وبعدها قلبتها. هاني جبتها لكم شوفوا كي خليتها هنا كيف درت هذيك الفقاعات. دائما لازم قلت لكم ثمثم تقلبوه، كي تشوفوا راح يخرجوا الفقاعات اقلبوها. انتم ما تحبوا، كان يحب ياكلهم كيما قلت لكم، كاين اللي يحب ياكلهم قبل العسل ولا بالشيكولا، انا نحبهم بالشيكولا والاولاد تاعي يحبوهم بالعسل. كل واحد والذوق تاعو، وكاين اللي ما يحبهمش قاعدين، كل واحد والقو تاعو. المهم يا البنات هنا رايحين هنا فطرت، واليوم ثاني راني مخرجتكم معايا. ما وريت لكمش كلش بالتفصيل بصح. كنت رايحه هنا لماما، كان هذا روتين يوم الجمعه بصح راني حطيته لكم متاخر لاني ما قدرتش نسجل لك مع في المونتاج وعارفين بلي يدي وقت. المهم قلت نزل باش نقدر نحط لهم فيديو. المهم يا البنات راني ندير فيه جهد باش نحط لكم الفيديوهات، ما تبخلونيش بالجامات تاعكم باش الجامات راح يطلعوا لي الفيديو باش يشوفوه الناس برك، ما هو راح يدير لي حتى حاجه. المهم هذاك الجام راح اول حاجه راح يحفزني انا وراح يشوفوها اصدقائكم. وما تنساوليش هذاك التعليق اللي صح يطلع لي المورال يا البنات، والله تعليقكم المحفز راح اكيد يطلع لي المورال. اكيد راح نزيد نحط لكم كي نعود باش راح نحط لكم فيديو كي نشوف هذاك التعليق نقول والله قلبي هذيك نروح نوض نعاود نصور باللي كاينه باللي عندي ونحط لكم هذاك الفيديو. حاجه راكم تشوفوا ديجا ماني نحط لكم لا في ماني نزخ عليكم ماني صح نحط لكم في الكاينه. نهار تعود عندي نصور لكم، نهار ما تعودش عندي راه شافها ربي نحط لكم في. ديجا راهم جايين فيديوهات قديمه ان شاء الله يجيو مشتريات، راه ما عندي لا كيسان لا فناجيل لا حتى حاجه، كلش راه دار بالصفر كيما يقول لك اللي نشريها تتكسر. المهم اكيد راح ان شاء الله ندير لكم مشتريات عن قريب ونشاركها معكم. واكيد راح نديروا ثاني ان شاء الله نديروا كرتون رمضان، حابه ندير معكم تحدي تاع رمضان ونشاركوا ثاني معكم. اللي تحب تدخل تحدي ثاني تكتب لي في التعليق، راح نديروا تحدي مع بعضنا. اللي تحب التحديات تكتب لي في التعليق وراح نديروا فيديو مخصص راح ندس في كرتون رمضان باش نشاركوها مع بعضنا، وكل وحده راح تشاركها معنا في الانستغرام او الفيسبوك.
راح نحط لكم ان شاء الله الرابط اذا ما نسيتش، نحط لكم الرابط في الفيسبوك، نحط لكم الرابط الفيسبوك ونحط لكم رابط الانستغرام ان شاء الله. المهم ما تنساوناش برك، ما تنساوناش بالتعليق المحفز، اهم حاجه. هنايا قهويت وشربت قهوتي في قرضي، ومن بعد رحت درت قضايا تاع خفيف خفيف. هنا شوفوني نشهي فيكم، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. جا خفيف جا خفيف ريشه. المهم يا البنات، هنا جيت فطرت وقصت الماعين تاع الفطور، ومن بعد رحت ندير في القدا نتاعي. كنت انا والاولاد، كان الزوج ماهوش هنايا. المهم درت هنايا قدا، كانت عندي ربطه تاع سلق درت بها قدايا. قابلتني هذا الرابطه في الفريجيدان. كان قلت لكم الزوج تاعي ثاني كان لسه ما صرفليش، ما في كل سمانه يصرف لي. هذه السمانه زوجها كان ما صرفليش المصروف تاع الاسبوعي. المهم راح نديرو بالكاينه بلي عندنا في الدار. المهم كان هنا عندي قلت لكم ربطه تاع سلق، كنت دايرتها في الكونجيلاتور، وعندي قيمه 10 ميل هاك تاع صدر تاع الدجاج. المهم درتها لي بولات. كان عندي ثاني قاح شويه زيتون درتو ثاني معاهم. وقليت لهم البطاطا، ولاتي يحبوا الفريت قليت لهم البطاطا وتقدينا والحمد لله. واللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. واللي تحب ثاني يشاركها بهذه الوصفه تاع لي بولات، صدقوني بنه 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 روعه. لي يحبوا السلق والله اللي ما يحبوش اكيد راح تعجبهم. وصفه ولا في الاحلام، وصفه تهبل. ديروها بالطريقه نتاعكم كيما تحبوا. المهم يجوا لي بولات، يجوا هايلين. وقليت لهم البطاطا وتقدينا انا والاولاد، ومن بعد رحت الماما. دوكا نديكم ان شاء الله معايا الماما. مانيش راح نصور لكم كلش بالتفصيل، لانه ماما عندها الخدامه في الدار وعندها الشقابيل في الدار. المهم رحت ليها هنا. خرجت انا والاولاد. كان نهار يهبل اليوم، كان سميشه نهار تاع عرب. رحت نلقاها دير في الدقله، ودير فيها في ساشيات دز فيها. صورت لكم هنا كي دخلت الماما. ومن بعد هذا هو العشاء تاعنا، تعشينا والحمد لله. هنا كانت ماما درت لنا القرنينه وتعشينا والحمد لله. وانا نقول لكم مع السلامه.